يا صباح الفل من لبنان الشقيقة. أنا بس عايز أتكلم بسرعة عن مسلسل بالطو. لأن أنا شايفه خطوة مهمة جدا من واتشيت إن هم ينتجوا لناس تعتبر يعني القائمين الأساسيين على الموضوع أغلبهم أول مرة يقوموا بمهامهم ديت بشكل واحد لوحدهم يعني مثلا يعني الكاتب السيناريست هو دكتور أحمد عاطف، وهو أول مرة يكتب سيناريو. المخرج هو استاذ عمر المهندس، وهو اول مره يخرج. البطل الرئيسي هو عصام عمر، اول مره يبقى بطل رئيسي. مش محتاج اتكلم عن الفنانين الكتير اللي موجودين في العمل، واللي هم طبعا اهم مننا بكتير وبنستمتع دايما باداءاتهم، زي استاذ البزاوي، زي استاذ عارف عبد الرسول، وزي استاذ كتير يعني كلهم بسم الله ما شاء الله عليهم. لكن حتى بقيه الكروهات ما مش واخدين الادوار الكبيره ديت قبل كده، زي استاذه مريم الجندي مثلا وزي استاذ سلافه. وانا بشكر فعليا واتشيت على ده. شهادتي في عصام عمر مجروحه، لان هو يعتبر اخ ليا، ويعني من زمان من واحنا مع بعض من ايام مسرح اسكندريه. فانا بشكره دايما على تواجده اصلا وعلى اصراره اللي وصله في الاخر للمرحله ديت، لان هو تعب كتير جدا. اللي حاصل دوت فائق الاهميه ليه؟ لان هو بيقول يا جماعه ان الناس لما بتاخد فرص لوحدها، لما الناس بتاخد فرص وهي وجوه جديده، ده بيخلي العمليه الابداعيه يعني تاخد خطوه لقدام. المسلسل شعبيته مش ناتجه عن مجرد يعني حاجه فيها استسهال او حاجه افيهات وخلاص، لا دي حاجه متعوب فيها ومكتوبه حلو. استاذ احمد دكتور احمد عاطف احنا كنا متابعينه على الفيس من فتره طويله، وكانت بوستاته دايما ليها طابع كوميدي عظيم، وطبعا ليها تاثير عظيم. وانا متابعه من زمان صراحه، بس ما كنتش عارف ان هو عارف يعمل دراما بشكل لا باس به على الاطلاق، بالشكل ده بشكل جميل فعلا، يعني في جديه. عمر المهندس هو اولا طالع من بيت فني، لكن هو مش جديد. ده هو الراجل ده مثل معايا على فكره، مثل معانا في الف مبروك. لكن هو كمان واضح ان هو عنده وجهه نظر. المسلسل كمان بيطرح فكره مهمه، ان اغلب اللي موجودين في الوسط اللي بياخدوا الادوار بتبقى الصراحه بسبب العلاقات. هنا برضه بسبب العلاقات، يعني عمر المهندس يعتبر هو وعصام عمر اصدقاء، لكن الصداقه دي نشأت بسبب الفن، هم عرفوا من بعض من خلال الفن في الاساس. يعني في حاجات كتيره صراحه المسلسل دوت بيطرحها. يعني ما عرفوش بعض مثلا وهم اصدقاء في النادي ولا بتاع، وبعدين جم دلوقتي علشان يمثلوا مع بعض، لا ده الفن هو اللي خلاهم اصدقاء. والفن وثبات استاذ عمر المهندس واصراره على ان البطوله الاولى، العمل الاول ليه يكون بطوله هذا الفنان الجميل عصام عمر، دي كانت خطوه حلوه جدا وجريئه منه جدا، اضافه لخطوه واتشت اصلا الانتاجيه. انا ارجو ان المسلسل ده تكون السبب في ان احنا المنتجين ياخدوا يعني بالهم من الناس الجديده شويه، يدوا فرص لدم جديد يكون موجود، لرؤيه جديده للقائمين على اللعبه اللي موجودين في اللعبه في الاساس. يجوز دوت يخلي الوضع بتاعنا احسن وفي منطقه احسن. طبعا في خلاف، بعض الناس مش حابه الكوميديا ودي قليله جدا اللي موجوده، وده منطقي وحقيقي وصحي، لازم يكون موجود يعني. انا بشكر تاني واتشت، وبشكر دكتور احمد عاطف، وبشكر الاستاذ الجميل عمر المهندس، وبشكر صديقي واخويا عصام عمر على التجربه الجميله الممتعه، وبشكر كل القائمين على الموضوع، كل الفنانين اللي موجودين، وسعيد بكل واحد فيهم صراحه يعني. نهاركم جميل.